طب نعمل ايه عشان نبدأ نقيم نفسنا صح؟ عشان اساعدك باختصار ان انت تبدأ تقيم نفسك، لازم تمسك ورقة وقلم وتبدأ تكتب مهاراتك. اكتب مهاراتك كلها اللي انت تقدر تعملها في مجال عمل معين. لو عندك اكتر من مهارة في اكتر من مجال، كل صورة لازم تحطها منفصلة عن التانية. ايا كان طبيعة الشغل، انت لازم كل صورة او كل مجال من دول تبدأ تقيم فيهم نفسك على حدة، وما تعملش خلط ما بين الصور ديت وما بين المهارات دي في تقييمك لنفسك. الجزء التاني، تكتب كل الانجازات اللي انت عملتها. اكتب الانجازات ديت تبقى واضحة، وتعمل بورتفوليو لنفسك توضح فيه الانجازات ديت عشان انت نفسك تبقى عارفها. دي هتقدر تديك صورة واضحة اكبر عن نفسك وعن قيمتك وعن اللي انت قدمته او ممكن تقدمه في المستقبل في شغلك او في الماركت بشكل عام. وطبعا بعد ما توصل لتحديد مهاراتك وانجازاتك، تقدر تقارن نفسك مع متوسطات القيم السوقية للناس الشبيهة ليك او المماثلة ليك في مهاراتك او في خبرتك.